خطيبتي بتعيب عليا بتقولي يلا يا سودا، قلت لها طب انا هعمل ماسك بقى واوريكي مين اللي سودا. الماسك ده هيضيع اي تصبغات او اسمرار، بيفتحك، بيخليكي شمعه كده منوره قشطه قشطه قشطه. تعالى اقولك بقى ازاي تبقي قشطه كده ومنوره ووشك عامل زي المرايه كده اهو. يلا يا حبيبتي قومي بسرعه، مفيش وقت، عايزين نلحق ننور كده وتبقى بشرتنا حلوه. جايبالك ماسك من الاخر هيخليكي كده قشطه تفتيح بقى. ده بقى بيقضي على حاجه اسمها تصبغات، وبيفتح جدا، وبيتحط في اغلى الكريمات اللي معديه الوفات. تعالوا نشوف ايه هو. يلا بسرعه. معلقه عرقسوس، وما ادراك ما العرقسوس وفوائد العرقسوس الخطيره، وهو ده اساس التفتيح معانا في اي وصفه في الدنيا، وفي اي كريم بنشتريه هو ده الاساس. طبعا اساس اي وصفه معلقه النشا، ده اساسي في اي وصفه معانا لانه بيفتح وبيرطب. وتالت حاجه معلقه ميه ورد، واي نوع، مش لازم نوع معين، مش لازم نوع غالي. ركزوا بقى في وشي قبل وبعد عشان انتوا هتصدموا من النتيجة. هنقلب المكونات كويس قوي. الماسك ده بيعمل ايه؟ بيفتح وبيرطب وبينعم. اساسه التفتيح، بيضيع اي تصبغات، بيقلل اي تصبغات في البشره لحد ما بتروح تماما. بيفتح البشره جدا. هنشوف الفرق. بيتحط على الايد وعلى عقل الايد، على البكيني، على الاندر ارم، اي مكان في بشرتك، اي مكان في جسمك، مفيش حاجه ما يتقالوش لا. حطوا بقى كده. الماسك ده هيضيع اي تصبغات او اسمرار، بيفتحك، بيخليكي شمعه كده منوره قشطه قشطه قشطه. تعالى اقولك بقى ازاي تبقي قشطه كده ومنوره ووشك عامل زي المرايه كده اهو. هسيبه بقى ينشف كده وهوريكوا بعد ما ينشف واغسل وشي الفرق. انتوا نفسكوا هتصدموا من النتيجه. من اكتر الحاجات اللي بحبها ان انا ادعك الماسك في بشرتي عشان بشرتي تستفيد بيه قوي، عشان هو ابتدى ينشف، فانا عايزه ادعكه على بشرتي كلها. عايزه اقول لكم ان فوائد العرقسوس حلوه قوي قوي قوي. بيفتح وبينعم وبيخلي البشره كده صافيه وحرير وبيضه كده قشطه منوره. حتى لو انتي مش بيضه، لو سمره، خلي بشرتك منوره منوره بتاع 4 5 درجات كده عن لونك العادي. مش عارفه ازاي. وبيضيع الاكسده، لا رهيب. هغسل بقى بشرتي واجيلكم. ها ايه ده؟ بصوا الفرق. شايفين البشره بقت عامله ازاي؟ شايفين الفرق؟ لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومنشن لاصحابكم. باي.